السلام عليكم. هاد القصة وقعت في مدينة فاس لواحد الشاب سميتو نبيل اللي تيقول لي هنا: السلام عليكم، أنا سميتي نبيل، فعمري دابا 36 عام. أنا مصور فوتوغرافي محترف، عايشين في واحد الحومة اللي بسيطة وسط الناس ديال دربنا اللي كلشي كان على قد الحال. كنا بينا 5 ديال الخوت، وكنت أنا هو الصغير، وكما كتعرفوا كاع اللي تيكون هو الصغير تيكون في الشش وفيه الفضول. هاد القصه كانت وقعت ليا تقريبا فاش كان عمري واحد 24 عام. واحد النهار كان جاني واحد الاتصال من واحد السيد سميتو السي بوشتا، راجل كبير وباينه لاباس عليه. قال لي: يا اوليدي راه الناس عطاوني النمره ديالك وقالوا لي بلي تبارك الله عليك مصور ناضي، وانا الصراحه محتاجك في واحد الخدمه. قلت ليه: امر سيدي، مرحبا مرحبا الحاج. قال لي: بغيتك تمشي لواحد الرياض في الطالعه في المدينه القديمه ديال فاس، غادي نعطيك السوارت، غتلقى الرياض خاوي، صور كاع البيوت والصالونات والسطح كل شيء، حيت باغي نحط الرياض للبيع. ولكن كاين واحد البيت تحت الدروج مسدود، هذاك اللي ما تقربش ليه وما تحاولش تحلو. قلت ليه: صافي يا سي بوشتا، ما يكون غير خاطرك، اتهنى، امتى نبدا الخدمه ان شاء الله؟ قال لي: اجي بعد غدا ورا العصر نيشان. صافي داز النهار الاول وجا النهار اللي خاصني نمشي عنده، وجدت الماتيريال ديالي ومشيت شديت الطريق. وصلت للبلاصه اللي نعات ليا، كانت واحد الزنقه اللي ضيقه بزاف، كان فيها واحد السكات غريب. لقيت الرياض كيبان رياض قديم، في عمره يكون اكثر من 120 عام. غير الباب ديالو كتحس بيه كيهضر ويعاود لك التاريخ اللي دوز، باب ديال العود ثقيل ومنقوش. دقيت فيه، خرجت ليا واحد المراه شارفه لابسه قفطان كحل، وجهها ما فيه حتى شي تعابير، وجه بارد. كانت هي الزوجه ديال سي بوشتا. عطاتني الساروت وقالت لي بالحرف: صور كل شيء الا البيت اللي تحت الدروج، ما تقربش ليه. هنا دخلني الفضول على داك البيت ولكن حاولت ما نردش البال بزاف وما نركزش مع الهضره ديالهم. دخلت، جبت الماتيريال ديالي، بديت الخدمه. الرياض كان زوين تبارك الله، وكان فيه واحد الهدوء بحال كتحس براسك في شي عالم اخر معزول، لدرجه ان الريح كتسمعو كيدوز بين السواري وكيصفر. بديت كنصور، ولكن مع كنصور كنت كنحس بحال شي حد حاضيني. كاميرا ساعه كنمسح ليها العدسه، حيت بعض المرات التصاور كيخرجوا ليا مضبين. ساليت تصاور البيوت، كنت غادي نطلع للسطح، قلت بلاتي نضرب دوره بعدا نكتشف شويه. بقيت كندور من هنا لهنا تا وصلت لذاك البيت اللي مسدود تحت الدروج. كان مسدود بواحد القفل ديال النحاس والباب ديالو قديم. تكيكني الفضول وبقيت كنقول: يعلم الله اش مخبيين في هذا البيت، ياك ما عندهم شي تحف اثريه قديمه ولا شي كنز ولا. المهم تكملت خدمتي. كانت ديك الساعه ديال 7 د العشيه تقريبا ديال المغرب هكاك. فعوض ما نمشي بحالي قلت اجي نفتح ونشوف اش كاين تمايا. جبت واحد السلك، بقيت كنخربق في داك القفل حتى قدرت نفتحو. فاش حليت الباب سمعت داك الصوت ديال الباب كيتحل بواحد الطريقه اللي كتشوك اللحم. دخلت للبيت، الريحه في داك البيت كانت كتخنق بحال الريحه ديال اللحم محروق وتراب فازق. ما لقيت والو، البيت كان حرفيا خاوي من غير واحد القنت. في البيت كانت فيه الطبله ومن تحت منها واحد الصندوق قديم. مشيت قصدت الصندوق، حليته، لقيت فيه واحد الكتاب غليظ مغلف بجلد الماعز. ضربت على السميه، لقيت سميتو البرهيته الكبرى او البرهتيه الكبرى، ما بقيتش عاقل على الاسم بالضبط، ولكن بواحد النسخه اللي يدويه وقديمه بزاف. الصفحات ديالو عامرين برموز وجداول وارقام، شي مخربق وطلاسم.
انا بقوه الفضول جبت التليفون وبديت كنصور الصفحات ديالو صفحه مورا صفحه. حسيت بالكاميرا سخنت بزاف، وكل ما كنت كنضرب بالفلاش كنحس باللي داك الورقه ديال الكتاب كتجبد داك الضوء ديال الفلاش، البيت كيزيد يظلم. واحد الصفحه بالضبط تقربت غادي نسالي، لاحظت واحد الكلمه اللي جاتني غريبه ومكتوبه بالخط الكوفي: من فتحني فقد وهبني، ومن صورني فقد قيدني، والشرط بالدم والوفاء بالروح. انا جاتني هاد الجمله غريبه شويه الصراحه، ودخلت لي الاف التساؤلات في دماغي، وتم حسيت باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. حسيت براسي ماشي بوحدي في البيت، بقيت كنسمع في ودني شي صوت مبحاح. تما شدتني الخلعه، مكذبش عليكم، خرجت كنجري، جمعت الماتيريال ديالي ومشيت بحالاتي للدار. فاش وصلت للدار كنت عيان، كنت باغي غير الناس. دخلت لبيتي، سديت عليا ونعس داك الليله. بقيت كنحلم بالكوابيس. حلمت بواحد الراجل طويل، يكون الطول ديالو تقريبا شي 3 متر، الملامح ديالو ممسوحين ما باينينش، وكيقول لي علاش فتحتيه. وجا عندي وبدا تيخنقني. انا ما فهمت والو، نط مفزوع وكل عرقان. بديت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد شويه بديت كنسمع صوت ديال التخربيش تحت الفراش، بحال الصوت ديال شي حد كيحك الضفر ديالو مع الخشب. نط كنجري، شعلت الضوء، ولكن المفاجاه ما لقيت والو. داك الايام نهار على نهار كنت كندوز العذاب. يوميا كنسمع نفس الاصوات، كنشوف خيالات، لدرجه انني قلت غادي نحماق. مشات لي الشهيه، اي حاجه كناكلها كنحس بحال اللي فيها مذاق ديال الصدى ولا ديال التراب. وليت في الليل كنشوف الخيالات كل ساعه، في القناد ديال البيت، في السقف، غير كنشعل الضو كيغبرو، ما كيبقى والو. الصحه ديالي داك الايام تدهورت، وجهي رجع شاحب ورجع صفر، عيني غرقوا لداخل. واحد النهار هو جا عندي الصديق ديالي محسن، ملي شافني هكا قال لي مالك اصاحبي، مالك وليتي هكايا، واش ما كتاكلش، مالك شنو واقع؟ ايوا داك الساعات اضطريت وقررت انني نعاود ليه كل شيء من الاول حتى التالي. صاحبي محسن من سمع داك الرياض عرفو وقفز، قال لي هادشي راه ماشي ديال اللعب، واش عرفتي داك الرياض شكون اللي كان فيه؟ قلت له لا ما عرفتش. قال لي راه كان ديال واحد السحار كبير، وانت دخلتي ليها تكون تقاسيتي يا صاحبي بشي حاجه تمايا، ولا راه خصك تزرب على راسك ويمشيو عند شي راقي يشوف مالك. خويا ملي سمعت انا داك الكلام ديال محسن ابرد ليا الدم في الركابي. قلت له انت كيفاش راقي؟ ما فهمتش. قلتها له الصوت ديالك كيترعد، حيت ما تقبلتهاش. واش بصح داكشي وصل لهاد الدرجه؟ محسن ما بردش ليا القلب، زاد اكد ليا بلي داك الرياض راه معروف عند الناس المنطقه القدام، باللي مولاه كان كيتعاطى للسحر الاسود، ومن نهار مات الدار تسدات وما بقى حد يدخل، حتى ولادهم ما عرفوهمش حتى فين كاينين كاع. المهم محسن كان كيعرف واحد الراقي في واحد الدوار بعيد علينا بواحد ساعه ونص تقريبا ديال الطريق. صافي قررنا اننا نمشيو لعندو، وتوكلت على الله. خرجنا من الدار والليل كان داك الساعات بدا كيطيح. الطريق لعند الراقي كانت طويله ومظلمه، الطريق كامله كنت كنحس بلي كاين شي حد راكب معنا في الطوموبيل، شي حد كينفخ ليا في ودني بكلام ما نفهمش. وصلنا للدار، كانت واحد الدار قديمه في راس الجبل، الباب ديالها ديال العود ومصدي. غير حطينا رجلينا بدا الكلب ديال الجيران كينبح بواحد الطريقه هستيريه. خرج لينا واحد الراجل شيباني، وجهه منور ويديه فيها تسابيح، حيت شاف فيا تبدلوا الملامح ديالو، وقال لي لمحسن جبتي معاك ضيف؟ واش من ضيف اولدي؟ المهم دخلنا لداخل، بدا الراقي كيقرا ايات من القران بواحد الصوت لي هادئ ومريح. واحد شويه بدات الدنيا كدور بيا، حسيت بالدوخه، الضوء اللي في البيت بدا كيضعف وكيجهاد،
وحسيت بواحد الحراره بزاف خرجت من صدري. بدات التخربيشه اللي كنت كنسمعها تحت الفراش دابا كنسمعها وسط راسي. الراقي زاد في القرايه وصوته ولا كيجهد، وانا كنحس بشي حاجه باغا تخرج مني. بديت كنغوت بلا شعور، ويدي بدات كتحرك بوحدها بحال شي حد كيجرها. من بعد طفاو الضوء كاملين، وبان لي داك الراجل الطويل اللي شفت في المنام واقف في القند ديال البيت. الملامح ديالو هاد المره كانوا باينين مزيان، بعينين غارقين وكحلين. الراقي بقى يهضر وكيجهد وكيقول اخرج منها بسلام او تحرق بآيات الله، اخرج منها بسلام او تحرق بآيات الله. في ديك اللحظه حسيت بواحد الضربه قويه في ظهري، صافي من تمايا ما بقيت عاقل على والو، فقدت الوعي. وهنا غادي نكمل لكم القصه باللسان ديال صاحبي محسن اللي كمل القسم. انا ما كنتش عاقل، قال لي باللي الصوت ديالي غلاض وتبدل، وبديت كنطق وكنقول باللي هو اللي دخل عندنا وهو اللي قرا وهو اللي استدعاني، وانا جيت عنده وما غاديش نخليه وغنعذبو. بقى الراقي كيقرا ايات من القران الكريم وكيرش بالماء المرقي. صافي تا فقد ديك الساعات. انا هنايا في هذه اللحظه كنت فقت، لقيت راسي ناعس في الارض عرقان وكنهج، ولكن للمره الاولى من ايام هذه حسيت باللي صدري خفاف وباللي داك الغمه اللي كانت فوق قلبي طارت. محسن كان حدايا كيشربني الماء، والراقي كيمسح لي على راسي وكيقول لي الحمد لله وليدي الله يحفظك ربي، الحمد لله. ولكن داك الرياضه وليدي ما تعاودش تقرب لجهته، حيت اللي تما مازال كيتسناو لي يكمل الخدمه ديالو. وقال لي باللي داك اللي خرج فيا وكان كيهضر معاهم عاود ليهم على كل شيء، وقال لهم باللي انا اللي قريت الكتاب وهو كان الخادم ديال داك الكتاب داك الجن. من ديك المره حاولت نقص من الفضول اللي فيا حيتاش كان غيخرج عليا وعلى حياتي. كانت هذه هي القصه ديال اخويا اللي لحد الان باقي كنتفكرها، وكان نحمد الله اللي ما وقعت ليش شي حاجه اللي زعما اكثر من هذا الشيء.